اتخذنا قرار بالمقايضة العينية، أي أننا نعطي النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني. بهذه الطريقة راح نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وبنفس الوقت الإيفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات هذا الغاز المستورد. هذا الاتفاق راح يوفر للعراق الأموال ويجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين. ولدينا تخصيصات مالية موجودة في موازنة ال3 سنوات. قبال هذه التخصيصات سوف نقوم بعملية المقايضة للنفط الخام والنفط الأسود. تم التوقيع المحضر اليوم وحصل الاتفاق، وعلى أساس هذا الاتفاق تم استئناف استيراد الغاز الإيراني، حيث تم إطلاق 10 مليون، ومن المؤمل أن تتصاعد الكمية اليوم مساء حتى تكتمل الكمية المتعاقد عليها، التي تمكن وزارة الكهرباء من تشغيل كامل المحطات الكهربائية.